أعزائي زوار موقع الأولاد، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. بحييكم في الحلقة الثالثة من برنامج مضمار الأذكياء المقدم عبر موقع الأولاد. في مستهل هاي الحلقة بحب أعلمكم عن الفائزين في المسابقة الثانية، ونفس الشيء زي المسابقة الأولى كان إقبال عظيم جدا، كل الاحترام، كانت إجابات صحيحة كثير. بحييكم على هذا الشيء. من هذا المنطلق قرر موقع الأولاد إعطاء 4 هدايا بدل هديتين للحلول الصحيحة. تم السحب في موقع الأولاد واخترنا وقع الاختيار على 4 أسماء اللي بدنا نعلم هسه، والرجاء التواصل مع موقع الأولاد عبر الأرقام التلفونات أو الإيميل الموجود في يظهر عندكم على الشاشة الآن لتستنى لكم باستلام الهدايا. الاسم الأول الفائز الأخ مؤمن أحمد فوزي أبو حسين. الاسم الثاني أزهر غنايم. الاسم الثالث سنيال عبد الرحمن أبو سالم من عارة. والأخت رشا محمد غرة من جد. الرجاء التواصل مع موقع الأولاد لاستلام الهدية تبعتكم. اليوم الحلقة الثالثة من برنامج مضمار الأذكياء. بدنا نقدم سؤال شوية صعب، بدنا نعلي السن أخرى شوية درجة الصعوبة نظرا للإقبال الكبير على الحلقة هذه. قررنا نعطي شوية حزرية اليوم، صعبة مش مستحيلة، أما جدا جدا شيقة. والرجاء زي ما اتفقنا كتابة الحلول في التعاليق، اللي اسمه بيظهر بدون الحل بكتب انه صحيح الجواب تبعه صحيح، واللي اسمه بيظهر مع الحل نفس الشيء زي المرة المركب نكتب الحل على اساس يعرف انه الحل تبعه خطأ، مشان يقدر يحاول يكرر المحاولة على نفس الاسم. والسحب على جائزة هذه الحلقة يتم ليلة العيد. انتبهوا ليلة العيد، الرجاء متابعة الأخبار عبر الموقع. السؤال تبع اليوم بيقول كالآتي: في أصحاب 2 بيتعلموا في الجامعة، بيتعلموا موضوع الرياضيات، وأنا بشدد على كلمة رياضيات مشان تعرفوا إنه 2 شاطرين في الحساب. خلصوا تعليم، تخرجوا من الجامعة، سلموا مع بعض، اتفرقوا، كل واحد راح في سبيله. بعد سنوات عديدة كثير، مش مهم قديش، 10 20 30 سنة، التقوا بالصدفة بمحل، اتعانقوا وتخرفوا وكيفك وشو اخبارك وشو بتعمل ومش عارف ايش. واحد منهم بيسأل في الثاني: شو صار معك؟ تجوزت؟ قال له تجوزت الحمد لله، عندي 3 أولاد. قال له بسم الله ما شاء الله. قديش اعمارهم؟ بما انه معلم رياضيات والثاني تعلم برضه رياضيات، حب يجيب له اعمار الاولاد تبعينه بطريقة حزرية. قال له كالآتي: 3 أولاد أو بنات مش مهم، أخرى مرة كرر مش مهم، أولاد أو بنات نفس الإشي، 3 أولاد. قال له كالآتي: حاصل ضرب أعمارهم يساوي 36. قال له طيب، طبعا هذا المعطى لحاله ما بيقدرش يعرف حسبه، لانه في عده امكانيات كيف الواحد يوصل لرقم 36 عن طريق ضرب 3 أرقام. قال له بدي اخرى معطى مشان تساعدني اقدر اعرف اعمار الاولاد. قال له ماشي، مجموع اعمارهم يساوي رقم الغرفة التي سكناها في الجامعة. يعني 2 بقوا ساكنين غرفة واحدة في مسكن الطلبة، مجموع أعمار الأولاد يساوي رقم هذه الغرفة. طبعا اللي مع صاحبه بيعرف شو رقم الغرفة اللي بقوا ساكنين فيها، ورغم انه معلم رياضيات اما ما قدرش يحصر الجواب شو رقم الغرفة. قال له بدي اخرى معطى مشان اقدر اعرف. قال له كالآتي: ابني الكبير يعزف على الكمان. كان صاحبه طوال عرف الجواب واعطاه اعمارهم. لما قال له ابني الكبير يعزف على الكمان عرف الجواب طوالي. مجموع اعمارهم يساوي رقم الغرفه، رغم انه رقم الغرفه بيعرفه الزلمه وهو معلم رياضيات وحسين ما عرفش. لما اعطاه هذه الجمله الاخيره ابن الكبير يعزف على الكمان عرف الجواب.
ما هو عمر الأولاد الثلاث لهذا الشخص؟ أخرى مرة، مهم جدا، مش مهم أولاد ولا بنات، ما حد يجي يجاوب لا بنات لا مش أولاد. فيش نصاص، فيش حدا عمره 5 سنين و7 أشهر ولا 4 سنين ونص، لا، أعداد كاملة. بكرر المعطى هذا مهم جدا، أعداد كاملة، 1 2 3 4 إلى آخره، أعداد كاملة، فيش نصاص وفيش رباع وفيش أشهر. حاصل ضربهم 36، مجموع أعمارهم يساوي رقم الغرفة اللي كانوا ساكنين فيها. إحنا بنعرفش، أما الشخص صاحبه بيعرف. لما كان الابن الكبير يعزف على الكمان طوالي عرف الزلمة الجواب. ما هو عمر الأولاد الثلاث لهذا الشخص؟ بالنسبة لجواب الحلقة الثانية، سؤال كرم الزيتون عدد الأشجار فيه، كان عدة إجابات صحيحة ممكنة. احنا طبعا دورنا على اصغر عدد ممكن اللي هو 301، هذا كان الجواب المطلوب. في اللي جاوب 721 وهو ايضا صحيح، برضه حطيناه في من ضمن الاجوبه الصحيحه، لكن لمعرفتكم الجواب الصحيح المطلوب كان هو 301. اخرى مره الاجوبه الثانيه مش غلط، كان عده امكانيات، اما المطلوب كان 301. طبعا كل واحد جاوب في اجوبه ثانيه اللي صحيحه تقسم على الاعداد كما هو مطلوب في السؤال، كمان حطيناها صح. بالتوفيق، وإن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة القادمة.